قبل ما نشاهد الفيديو نصلي على النبي عشان ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. بقول لك ايه يا حموكشة انت وسرور، اول ما نوصل الحارة عاوزكم تشوفوا لنا مكان نخبي فيه المكن ده، عشان المكن ده غالي عشان ما يتسرقش. ما تقلقش يا معلم، في بيت حموكشة في جراج بنحط فيه المكنة بتاعتنا، فهنركن المكن هناك وليه قفل كمان، ليه باب قفل ونقفل عليه، وما تقلقش من الموضوع ده يا معلم. ما تقلقش خالص يا معلم، ده ما شالهمش الارض اشيلهم انا فوق دماغي. حبيبي يا حموكشة، انت عيل بكاش قوي. حاجة تانية يا ولاد، احنا هنحط السلاح مع المكن ونروح نتعامل معاهم يد بيد الأول، لقيناهم بسلاح نجيب سلاحنا، ما لهمش بسلاح نتعامل معاهم بإيدينا ونعلمهم الأدب ونعلمهم ازاي يبهدلوكم في الحارة ويجوا على المعلم سيد. فاهمين يا ولاد؟ فاهمين يا معلم؟ فاهمين؟ طب ليه كده يا معلم؟ ما كنا نخلص عليهم ونخلص خالص، هما من بيت أهلنا عشان نخاف عليهم؟ لا يا حموكش، احنا مش خايفين عليهم، بس الجدعانة برضو اللي انت ما تفتريش على حد وانت معاك سلاح. هو بايده تتعامل معاه بايده، وهو معاه سلاح تتعامل معاه بسلاح، دي اصول الرجولة والجدعانة يا حموكشة. الله عليك يا معلم، بتمزجني بكلامك والله. واحنا فاضل لنا قد ايه كده يا ولاد عشان نوصل الحارة بتاعتكم؟ بالظبط يا معلم 3 ساعات، نوصل بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك يا معلم. شوفي مين يا بت اللي بيرن الجرس. حاضر يا ماما. مين يا بت؟ واحد بيقول اسمه الناتن يا ماما، ومعاه 50. الناتن ومعاه 50؟ ودول جايين يعملوا ايه في بيتي دول؟ خليهم يخشوا يا ماما. دول عاوزين ايه دول يا معلم؟ انا معرفش، انا زي خليهم يخشوا يا بت. حاضر يا بابا، اتفضلوا. متشكرين يا جميل. هو القمر بيطلع بالنهار ولا ايه؟ انا ايه اللي بيحصل لي؟ خليك معايا انا يا ناتن، خش يا بت خش جوه. حاضر يا بابا. ليه كده يا عمو؟ عامل ايه يا عمو؟ عمو مين يا ناتن؟ عمو انت يا ابو السيد، من النهارده انت عمو سيد. عاوز ايه يا ناتن؟ اخلص يا ناتن. مش اما تقول لي اتفضل الاول ونقعد ونتكلم؟ اصبر يا معلم اما نشوفهم عاوزين ايه قعدهم. اتفضل يا ناتن. انت رايح فين يا دي اللي اسمك 50؟ راح اقعد يا معلم. انت خليك واقف يا دي، انت ما تقعدش انت بتزاهد. حاضر يا معلم. ليه كده يا ابو السيد؟ ده الكلام لسه هيحلو. اخلص يا ناتن وقول عاوز ايه يا ناتن. بص يا ابو السيد، صل على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. الواحد مننا يا ابو السيد بيبقى ليه وقت كده ونفسه يكمل نص دينه، وبيبقى محتاج يتجوز. طب وانا مالي يعني؟ جاي لي ليه؟ المفروض اروح معاك عشان اجوزك يعني؟ ايه يا عمو، ده انا اللي اجيلك. اقول لك إيه يا ناتن، ما تقولش عمو دي تاني، انا اسمي المعلم سيد بعد اذنك يا ناتن، ما تنرفزنيش عليك. بص يا ابو السيد، انا بصراحة كده جاية اتقدم لايد بنتك السنيورة الجميلة اللي لسه فاتحالنا الباب. ايه بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ وانت جاي تتقدم لبنتي؟ انت عبيط ولا بتستعبط يا ناتن؟ بقول لك يا ناتن، فكك من الجو ده وخد باك الورد اللي في ايدك ده، وخد الواد ده كمان وامشي اطلع بره البيت. قال تتقدم لبنتي يعني؟ انت عبيط يا ناتن ولا ايه؟ عيب كده يا ابو السيد، ده انا في بيتك وجاي بتقدم لبنتك من الباب، ما دخلتش من الشباك. لا يا اخويا، ما كنتش هتعرف تخش من الشباك عشان انا قافل الشبابيك ليل ونهار، لازم تجيلي من الباب، والباب انا بقفله في وشك وبقول لك اهوت امشي اطلع بره يا ناتن، ما اخشش البيت ده تاني يا ناتن، وانا غلطان اللي دخلتك يا ناتن وقعدتك يا ناتن. انت اخرك كنت قابلك من على الباب واقول لك اطلع بره بيتي، امشي يلا يا ناتن. قال تتجوز بنتي ايه؟ انت عبيط يا ناتن ولا ايه؟ يا ابو السيد ما تعيدهاش تاني، هتندم عليها. هندم عليها يا ناتن. يلا يا ناتن اطلع بره بيتي وخد الواد اللي اسمه 50 ده معاه، مش عايز اشوف وشكم تاني. بص يا ابو السيد، هما كلمتين مالهمش تاني. هتجوز بنتك انا هتجوزها، ومش هتعرف تاخد قهوتك مني ولا تعرف تشد حيلك في الاحاره الا لما تجوزني بنتك. اديني قلتلك، عشان يا ما جوزتنيش بنتك كل ما اشوفك في الحاره هظروفك، هديك علقه موت. اديني قلتلك واقل من كرامتك، فلازم توافق على الجوازه. فاهم ولا مش فاهم؟ عشان تبقى متناسب المعلم الناتن. اديني قلتلك يا سيد. يلا 50. ايه يا اخويا بقى مناسب المعلم الناتن ده؟ يكفي اسمك. يلا يا ناتن بره يا ناتن عشان الراحة نتنت البيت، وخد 50 معاك يا حبيبي. يلا، وبكرة هوريك يا ناتن، الايام خلاص يا ناتن،
كلها ساعات يا ناتن، واوريك انا سيد هيبقى ايه يا ناتن. كان بنسمعه في الزبادي. سلام يا سيد. يلا ادي اللي اسمك 50 اهو، وخد باكل الورد ده اديه لامك، حلال لامك، احسن ما ياخده سيد. حاضر يا معلم. ايه البجاحة اللي في الجدع ده يا معلم؟ ده بجاحة عمري ما شفتها. سيبيه دوره جاي خلاص. لو شاهدت الفيديو لغاية دلوقتي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتعمل لايك للفيديو وتكتب لنا كومنت حلو عشان نستمر في الفيديوهات الجديدة.